هو ايه الفرق في المعاملة والخدمة لو المطعم ما يعرفكش او لو انت شخص مشهور؟ انا النهارده رحت اجرب ارابياتا فرع الرحاب في الجزء 16 من دليلك في رمضان. انا في الفيديو ده هعمل حاجة جديدة وهسيبكم تحت في الكومنتات تقولوا لي هل هي كويسة ولا لا. انا هتكلم في الاول على الحاجات الايجابية اللي في المكان، بعد كده هتكلم على الحاجات اللي في النص اللي هي ولا هي ايجابية ولا هي سلبية، وفي الاخر خالص هتكلم على السلبيات كلها بتاعة المكان. نتكلم في الاول على الحاجات الايجابية. المكان الصراحة كان نظيف، الناس كان شكلهم محترم ولذاذ برضه في التعامل، والعيش يا جماعه كان بينزل فريش، واول ما بيخلص احنا برضو كنا بنطلب منهم، اي نعم كانوا بيتاخروا شويه بس العيش لما بينزل بيبقى فريش وحلو قوي. عندهم برضو طبق جبنه بالطماطم عاملينه كده بالجبنه القديمه محطوط عليه طماطم وخيار، الصراحه كاسرين الموضوع بتاع الحدوقه بتاعه الجبنه دي. فالصراحه الطبق ده كان عالمي عالمي عالمي، انا اصلا ممكن اديله احسن طبق جبنه بطماطم كلته من اول رمضان. او يعني عشان ابقى صريح، في طبق تاني برضو جربته كان حلو قوي بتاع حجوجه، بس ده حاجه وده حاجه، بس لو انت عايز جبنه بطماطم حادقه قديمه يبقى بتاع ارابياتا كان حلو قوي. وعامه سعر الجبنه بطماطم 25 جنيه. حاجه برضه من الحاجات الحلوه قوي اللي انا جربتها هناك الفول بالليمون المعصفر. انا كنت جربته السنه اللي فاتت في فرع الكوربه بس للاسف ما كانش ألذ حاجه، بس لما جربته بقى السنه دي الصراحه طعم الليمون المعصفر كان باين فيه، مستخدمين قطع ليمون معصفر برضه جوه الفول، فانت حاسس كده بطعم الليمون نفسه، الفول نفسه كان طعمه حلو. فالصراحه الطبق ده بالنسبه لي كان حلو قوي قوي قوي، وسعر الطبق ده 22 جنيه ونص، بس عامه فعلا كان من الاطباق الحلوه قوي اللي احنا جربناها هناك. نخش بقى على الحاجات المتوسطه اللي ولا هي حلوه قوي ولا هي وحشه. اول حاجه فيهم الفول بالزيت الحار. انا صراحه كنت محتاجهم ان هم يزودوا الزيت الحار شويه عشان طعمه ما كانش باين خالص، كنت حاسس لا يعني انا مش مستمتع بالطبق ده، او يعني عايز يتدردح كده اكتر شويه. كان ناقصه برضه عصره ليمون، هم ما كانوش جايبين اي ليمون خالص على الترابيزه. احنا ما قلنا لهمش، بس انا الصراحه بفترض ان المفروض الفول بيجي معاه نص ليمونه حتى على. وتاني حاجه انا شايفها متوسطه والناس اللي معايا هيتفاجئوا جدا من الاختيار ده، هو الاومليت بالبسطرمه بالجبنه الرومي. يا جماعه الطبق ده انا كانت مشكلتي معاه ان هم كانوا محتاجين يزودوا البسطرمه شويه، والبسطرمه لما يزودوها ما يحطوهاش كتلتين كده زي ما هم حاطينها، لا يوزعوها على البيض كله، عشان انا لما جيت اكل من الكتله اللي كانت موجوده دي مع الجبنه الرومي الموضوع كان حادق جدا جدا جدا. بقيه البيض الصراحه كان حلو مش هكدب، عشان كده انا حاطه في الحاجات المتوسطه، بس هم محتاجين على الاقل يوزعوا البسطرمه اللي هم حاطينها عشان الواحد ما يحسش بالحدوقه بتاعه البسطرمه والجبنه الرومي قوي كده. وعامه سعر الطبق ده 43 جنيه. واخر حاجه بقى وهي الحاجات اللي ما عجبتنيش وما اتبسطتش بيها في المكان، ما اتبسطتش خالص ان الاكل كان بيتاخر جدا، واول ما عرفوني الاكل بقى بينزل بسرعه رهيبه. تاني حاجه ما عجبتنيش ان هم كانوا بينزلوا الاكل واحده واحده، يعني هم مثلا نزلوا جبنه بطماطم في الاول وبعد كده البطاطس وبعدها مش عارف ب10 دقايق نزلوا الفول. فالصراحه الحته دي كانت مضايقاني جدا عشان احنا كنا بناكل شويه وبعد كده نوقف، وبالنسبه لي مثلا عشان انا بصور لا بستنيت كل الحاجات تيجي مع بعض، فبرضه الموضوع كان ظالم اصلا ليهم قبل ما يكون في اي حاجه تانية. وبالنسبه للاكل بقى هبتدي في الاول بالفلافل او الطعميه. بالنسبه للطعميه المحشيه العاديه هي بتتباع بالقرص، سعر القرص 9 جنيه. انا بالنسبه لي الصراحه هي كانت طعميه عاديه، يعني انا ما كنتش حاسس خالص فيها باي حشو من جوه ولا حراق ولا اي حاجه، بالعكس ده يعني انا كنت حاسس ان انا باكل طعميه عاديه من الاخر. وبالنسبه للطعميه الموتزاريلا هم بيبيعوا قرصين مع بعض مش قرص واحد، سعر القرص منهم 15 جنيه، فسعر الطبق 30 جنيه. بس دونا عن الشده الصغنططه دي، انا بالنسبه لي الصراحه هي زيها زي ارابياتا، زيها زي المحشيه، كلهم تقريبا نفس الطعم اختلاف الاسعار بس. فلو انت عايز تجيب طعميه على السحور وهتتحمل العواقب بتاعتها تاني يوم والعطش في الصيام وكده، فانت ممكن تجيب طعميه عاديه، بلاش طعميه محشيه او طعميه موتزاريلا عشان تقريبا كلهم نفس الطعم. من الحاجات برضو اللي انا ما فضلتهاش البطاطس المقليه، التوابل اللي هم كانوا مستخدمينها كانت غريبه الصراحه، ما كانتش افضل حاجه. تاني حاجه بقى ان هم اصلا حاطين التوابل دي على اول 3 بطاطسات تقريبا، من فوق اللي تحت كله ما فيهوش اي توابل خالص، وكان سعرها 25 جنيه، فبالنسبه لي كان سعرها غالي شويه. رابع حاجه بقى وهي فعلا كانت اخر حاجه جربناها على الترابيزه هي البطاطس البيوري. يعني بالنسبه لي الصراحه انا ممكن ارجعها في القائمه المتوسطه عشان خاطر هي كانت كريمي جدا بس طعمها ما كانش واضح، كان محتاج طعمها يبقى مركز اكتر شويه، فبالنسبه لي هحطها في القائمه المتوسطه. وفي الاخر بقى وملخصا للفيديو ده، اكتر حاجات عجبتني من هناك هي الجبنه بطماطم، فول ليمون معصفر، العيش اللي من هناك، ولو هجيب اومليت تاني ممكن اجيبه اومليت بسطرمه بس او اومليت جبنه رومي بس. وبس كده، هستناكم تكتبوا لي تحت في الكومنتات لو انتوا جربتوا ارابيات قبل كده ايه رايكم فيه، وترشحوا لي برضو اماكن للسحور تانية في باقي رمضان. شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معاكم اباظه من قناه لايف وز اباظه. سلام.